السلام عليكم. الجدل حول الساعة الرسمية للمملكة. بزاف ديال الفعاليات المدنية وديال المواطنين باغيين يخليو هاد الساعة هادي تستمر الساعة الطبيعية العادية ديال توقيت غرينتش اللي الناس ولفوها واللي فعلا كتستجب للحاجيات ديالهم وكتساير الايقاعات ديالهم، سواء البيولوجية، الايقاع ديال الزمان ديال الانسان يعني في حياته اليومية، وكتناسب الوتيره ديال الحياه اللي هي الساعه عاديه. الساعه اللي كانت تزاد خلقت متاعب، خصوصا بالنسبه للوليدات الصغار اللي كيفيقوا يمشيو للمدرسه، لبعض القطاعات، للاداره الى غير ذلك من المساوئ ديال هذه الساعه هذه. المشكل هو انه الحكومه اللي جابت هذه الساعه زادتها كانت عندها واحد المجموعه من المبررات، قالت بانها غادي تساهم في التحول الطاقي، وانها غادي تخفض يعني الاستهلاك ديال الطاقه، انها غادي تستجب لحاجه ديال واحد المجموعه ديال المؤسسات. بغينا نعرفوا بالضبط واش فعلا هذه الساعه هذه حققت هذه الاهداف هذه، او لا انها مجرد عراقيل بيروقراطيه اداريه دارتها الحكومه ضدا على اراده المواطن. لان المواطن اللي في باله هو ان هذه الساعه هذه غيعكس الدوله دارت هذه الساعه هذه باش تغير المواطن المجرى الطبيعي. وحنا عشنا في هذه البلاد هذه عشرات السنين ديال التوقيت ديال الاداره العادي اللي كان هو التوقيت الطبيعي اللي كيستجب سواء يعني الحياه الدينيه ديال المواطن، وكيستجب كذلك العادات ديالو الاجتماعيه، وهو التوقيت المناسب. الانسان كيفيق على راحته ويعني عاوتاني كل حاجه في ساعتها. هذيك الساعه اللي كانت بحال ما فيهاش البركه. السؤال اللي كيطرح، الا كانت الدوله فعلا والحكومه كدعي انها في خدمه المواطن، على الاقل تسمع لهاد النداءات هذه او لهاد الفعاليات المدنيه اللي كتطالب يعني الابقاء على الساعه، وعلى الاقل انها تعطيهم مبررات علاش باغيه وهي مصره على هاد الساعه. كنتذكروا ايامات العثماني فاش خرجوا الناس خصوصا التلاميذ وكيحتجوا، فعلا خاص الحكومه تكون مقنعه في الطرح ديالها وتدافع وتقنع المواطن بان هاد الساعه هذه راه في المصلحه وانها الساعه الطبيعيه. لان اللي كيبان للمواطن بان الحكومه دارت هاد الساعه هذه لارضاء جهات معينه، او لا انها دارتها فقط عكس وما عندها حتى شي اثار ايجابي. اذا الا كانت واحد البروجي دار ديال الساعه الاضافيه، على الاقل خص تكون واحد التقييم نشوفوا واش فعلا هاد الساعه الاضافيه واش عندها شي اثار ايجابيه ولا مجرد انها عكس في المواطن. السلام عليكم.